السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. كما شفتوا في العنوان، اليوم غادي نصاوبوا ان شاء الله الزيت ديال الخزامه ونصاوبوا الزيت ديال الجلجلان بطريقه سهله وما تحيروا كاع فيها بلا عذاب بلا حتى شي حاجه. المهم كما كتشوفوا هنايا الخزامه عندنا شي واحد الكميه، مثلا 4 ديال المعالق ولا 3، واش فيه على حسب كل وحده اشنو يعني الجهد ديالها. عندنا هنا شويه تاع الزلجلان، وغادي نحتاجو 2 ديال القرعات مقله فاش غادي نحمروا هادشي كله ونطحنوه. وعندنا الزيت غير الزيت الروميه ديال الطياب، هذه اللي كتكون فيها اللي كتكون فيها مصوره يا اما الذره يا اما نوارة الشمس. انا ما كنديرش اشاره الزيت، ولكن هذه غير على حسب، راه مخبيه السميه، انا ما كنحاول ما نبيناش. اللي كتكون مصوره فيها يا اما الذره ولا مصوره فيها نوار الشمس، هذوك زوينين، كيكونوا زوينين. احسن ما نديروا زيت العود. زيت العود اختي غاليه هاد الساعه، ما تاعش الواحد يبقى يضيع فيها. ايوا هادشي اللي كاين. المهم ندوزو دابا. غادي نجيب هاد المقلاده. المقلاده اللي نديرها غير خاصها غير كنحمر فيها العشوب وداكشي. غادي ندير فيها هاد الخزامه، غادي نحمرها ونطحنها، نحطها في الطبسيل، ونحمر شويه الزجلان ونطحنو حتى هو، ونحطو في الطبسيل، ونرجع نكمل لكم لي زيتاب الاخرين. بقاو معايا. هانتوما الدريات كما كتشوفوا، هو الزجاج طحناه وطحنا الخزامه. غنوريها لكم هنا من الفوق، حيت انا كنصور بايد وكنخدم بايد. عندنا هنا 2 كيسان من هذاك الزيت اللي قلت لكم، 2 كيسان ديال الزيت ديال الطياب، يكون يا اما ديال الذره مرسومه فيه الذره يا اما نوار الشمس. هاد الزيت ديال الطياب غادي نخويه في واحد الكاسرونه، وغادي نديروه فوق البوطه يغلى بحال غنقليو به الفريت، يبقى يسخن 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 حتى كيسكت، بحال غتلوحي فيه بطاطا صافي. وغادي تسدي عليه البوطه وتخليه واحد شويه. عاد ديك الساعات غادي نوريكم كيفاش غادي نعاودو عاوتاني نديرو المرحله الاخرى اللي من مورا هذه. يعني عندنا تقريبا 3 ديال المراحل ولا 4. المرحله الاولى كنحمروا الخزامه ونحمروا الزجلان ونطحنوهم. المرحله الثانيه كنطيبوا فيها الزيت. المرحله الثالثه كنخلطوا الزيت مع هادو. عاد المرحله الرابعه ديال التخزين. يعني 4 ديال المراحل. خليكم معايا البنات. لو طون كو هذيك الزيت كتغلى، انا غنوريها لكم فوق البوطايه كتغلى. خليكم معايا. ها هي الزيت هنايا كتغلى البنات. غادي نخليوها تبقى تغلى 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 حتى تسكت على خاطرها. كما قلت لكم بحال غادي نقليو فيها بطاطا، من بعد عاد غادي نشدوها نكملوا بها المرحله ديال الاخرى اللي جايه. هنايا كما قلت لكم الوقت اللي الزيت كتغلى فيه، حنا غادي نهزو هاد الجلجلان نديروه وسط من القرعه تكون منشفه مزيان من الماء، مغسوله ومنشفه من الماء. راه هذاك لو شوك ديال الزيت غادي يهرس لكم القرعه وشي حاجه ما درتوها. غضربوا كلشي في الزيرو، اللهم مسحوها مزيان من الماء، ما تكون فيها حتى حاجه، ما تكون فيها ديال الماء، تكون ناشفه من الماء. انا درت 2 قرعات. درت القرعه الكبيره ديال الخزامه لحقاش عرفتي دابا الوقيته ديال المدرسه كيخصنا الزيت ديال الخزامه. هذا هو اللي كينفع ليا انا. ما قال عصر ما قال، حقاش خصك تقلبي على الزيت معصر، خصك تمشي واحد المسافه. حنا هنا الدار البيضاء خصك تهبطي حتى لكراج علال عاد باش تشوفيه ولا سباته. وحنا بعاد هنا في سميتو عليه جامي يديك مسافه طويله. حسبوا لك غالي 60 درهم القرعه صغيره ما تديك حتى حاجه. اللهم هذا اختي هذا في دو ميزون. بنادم مشي على قياسه وعلى الجهد ديالو، حاجه مصاوبه على يدك وعارفاها. بنات كما كتشوفوا هو الزيت غلا. دابا لاستوس فين كاينه في هذاك لو شوك ديال الزيت. ملي كتخوي الزيت على يا اما الخزامه يا اما الزنجدان، خص نسمعوا ديك ديال ديك الملاقيه بين الزيت وهذا والزنجدان والخزامه. انا دابا غادي نخوي بسم الله. شفتوا علاش انا درت الصينيه؟ حيت عرفت راسي غادي نطلي الدنيا، غادي نطلطلها. نتوما علاش قلت لكم انا ما ديروش. شفتوا كيفاش كيدير؟ شفتوا انا غنقرب لكم مزيان الكاميرا. هذيك الغليه اللي كتغلى بحال هكاك هي اللي بغينا حنايا. هنا غنخويتو على الخزامه. وهذا الشيء اللي بقى ليا انا اللي دار ليا من الزيت انا غادي نحيدو.
غادي نشدو نديرو الالومنيوم، غادي نجبدو الالومنيوم وغادي نغلفو به هاد القراعي هادو. شوف هنا راه باقي كيغلي هاد الزيت ديال الزنجان، هاد الزنجان هذا باقي كيغلي. وغادي نغطيوه، غادي نغطيو القرعه هادي ديال الزنجان ونغطيو القرعه ديال الخزامه ونديرو لهم بابي الومنيوم ونخبيوهم في البلاكار، ولا نخبيوهم في تحت البوطاجي ولا شي بلاصه تكون ما توصلش لها الضوء، اما دير لها الالومنيوم ولا دير لها الزيت. انا كنفضل ندير لها الالومنيوم. المهم اللي بغيت نقول لكم هو ان الزيت كتستعمل من بعد 10 ايام اولا 15 يوم ماكسيموم صافي وتستعملوها زوينه. كبديل لهذوك الزيوت اللي كنجيبو حنايا معصرين ولا احسن منهم كاع كما كنحر حنا مصايبينها بيدينا. المهم الا عجبكم الفيديو خبطوا الزر ديال اللايك، ديروا اشتراك ووركوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى الفيديو يعجبكم. مع السلامه.